ده هو ريك، موظف استقبال كحيان ملوش اي 30 لازمه. حياته بائسه بسبب ان هو كان بيحلم يبقى مغامر من صغره، ولكن الزمن بيجري وريك عاجز عن تحقيق هدفه. وصل لسن ال 30 وخلاص بقاله 3 سنين بس، ومن بعدها مستحيل يبقى مغامر. وده لان المغامرين كلهم بيكونوا في مقتبل العمر، مش عواجيز زي صاحبنا كده. المهم بيقرر عدم الاستسلام وانه لازم يبقى مغامر مهما كانت الظروف. وبالفعل بيروح يقدم استقالته للمدير وبيبدا رحلته في تحقيق حلم الطفوله. المهم وبعدها بنشوف ريك ماشي وباين عليه الحزن الشديد. هو بيقعد كده وبيقول حياتي مستقره وكمان دخل كويس، بس كان هيحصل ايه يعني لو بقيت مغامر؟ هو لسه ما كملش كلامه بيسمع حد بيستغيث وبيطلب النجده. ساعتها الواد بيروح في اتجاه الصوت ده، وهوبا بنلاقي وحش اورك عملاق بيتجول في المدينه. وقتها ريك بيقول هو الوحش ده جه هنا ازاي؟ المهم بيقرر يهرب قبل ما يتحول لوجبه دسمه، ولكن فجاه بيلاقي البنت ديت ماشيه قدامه بدون اي مبالاه. فبطلنا الرجوله بتنح عليه وبيقرر يعني يحميها. هنا الاورك بيقرب عليهم وخلاص هيقتلهم، بس البنت بتقول له اوعى كده من قدامي، وبوم بتخلص على الوحش بضربه واحده. الواد كان واقف مصدوم ومش فاهم اي حاجه. البنت بقى بتشكره على محاوله انقاذها وبتعرفه انها مغامره. بعدها بنشوفهم ماشيين مع بعض والدنيا تمام التمام. بيسالها ريك عن اسمها وبتقول له رينت. بيقول لها بقى انا اول مره في حياتي اشوف حد بالقوه ديت، انت من انهي رتبه؟ فالبنت بتطلع له وسام كده وبتقول له انا من الرتبه اس. الواد بقى اول لما بيشوفها كده بيتصدم وبيقول في نفسه الصيادين اللي من الرتبه اس المقر الرئيسي بيخرجهم من سجلات النقابه وبيشرف عليهم بنفسه، وده لانهم من النخبه واقوى مغامرين في العالم. بيقول لها ريك بما انك مغامره محترفه عندي سؤال بس من غير ما تضحكي عليا. فبتقول له ما تخافش يا عم انا ما ضحكتش من وانا عندي 8 سنين. بيقول لها هل ممكن اني ابقى مغامر وانا في سن ال 30؟ حلمي من الطفوله اني اكون مغامر قوي واهزم وحش اليزابيث، بس وللاسف اكتشفت عدم امتلاكي للقوى السحريه والوقت جرى بيا. فبترد عليه وبتقول له ان من غير السحر فانت مستحيل تبقى مغامر من الاساس. فالواد بيزعل كده وبيقول لها انا كنت عارف كده ولكن حاولت اتاكد مش اكتر، وبما ان مغامره محترفه قالت لي مستحيل فهو اكيد يبقى مستحيل. بيعزمها على العشاء وبيكون متوقع رفضها، بس انت متخيل انها ترفضه؟ لا والله ده بطل الحكايه برضه. بتوافق فعلا وبتقول له بكره هنتقابل على العشاء. وبالفعل تاني يوم بنشوف ريك في طريقه ليها، بس بيشوف الناس في حاله هلع وبيقولوا الوحوش بتهجم على المدينه. بيروح يشوف ايه اللي بيحصل، والمفاجاه بيشوف رينيت خلصت على عدد كبير منهم. بعدها بيجي سرب كامل من الوحوش، بس البنت بتتحول وبتخلص عليهم واحد ورا الثاني. واللي بعده يا هناه يا سعده. ولكن في الوقت ده بتفتكر رينيت الوحش اللي قتل كل عيلتها وبتدخل في حاله هستيريه. ريك بيحاول يطمن عليها وهوبا الوحش ده بيكون خلاص هيقتلهم، بس بيجي زايد مغامر من الرتبه بيه وبيلحقهم. وبنشوف 2 كمان بيهجموا على الوحوش وبيخلصوا عليهم واحد ورا الثاني، والعيال بتعمل شغل جامد. بس رينيت بتقول لريك انهم لازم يهربوا من هنا لانها حاسه بوجود تنين في المكان، والتنين ده صديقي واحد من اقوى الوحوش الموجوده. ولسه ريك بيقول لها مستحيل تنين يظهر هنا، بس هوبا بنشوف تنين بيعدي من فوقهم بينزل في المكان. الكل خلاص بقى في منتهى الرعب منه، وده لانهم مش ندي ليه. الواد ده بقى بيهجم عليه بس مش بيسبب له اي ضرر. بيكونوا خلاص على وشك الهروب، ولكن بيلاقوا حاجز بيمنعهم، حاجز من صنع التنين علشان ما يهربوش. بيحاولوا بعدها يدمروه بس ما فيش اي حاجه بتحصل. ريك بقى بيتقدم عليه بكل ثبات، وزايد بيحاول يمنعه. بيقول له انت هتعمل ايه وانت موظف استقبال كحيان؟ ارجع يا ابني واهرب بسرعه. بس ريك بيقول له احنا كده كده ميتين وش، فعلى الاقل اموت وانا بقاتل اشرف لي. بيمسك حجر كده وبيحدفه على التنين، بس انت بتزغزغه ولا ايه يا ابني؟ هنا الباقي بيتشجع وبيهجموا عليه ولكن بدون اي جدوى تذكر. هجوم واحد من التنين كان كفيل بيهم وخلاص الكل هيموت. بس ريك بيقوم من تاني والواد عنده عزيمه تهد جبال. بيروح للتنين بس بيقضي عليه. بعدها الواد بيدخل في عقله الباطن وبيسمع صوت غريب، وهوبا بدون اي مقدمات ريك بيرفع رجل التنين. السحر بيتدفق في كامل جسمه، محدش مصدق اللي شايفه. ازاي ريك موظف الاستقبال الكحيان بقى بالقوه ديت؟ التنين بقى بيجهز القضاء عليه، بس ريك بيفوق له بينزل عليه بتقله. ريك بيخلص على التنين بكل سهوله، والكل حرفيا مظلوم من اللي حصل، واكتر واحد كان مظلوم هو ريك. بيقع على الارض وبعدها بيفوق في المستشفى وبيلاقي رينيت قاعده جنبه. بيقول لها بالي قد ايه فقد الوعي؟ فبتقول له اسبوع بالتمام والكمال. الواد طبعا بيستغرب وبيقول لها انت قاعده مستنياني بقالك اسبوع كامل؟ ده ازاي كده؟ البنت بقى بتعرض عليه ان هو ينضم للفريق بتاعها واللي اسمه قبضه الاورشياليك، وده لان هدفهم واحد وهو القضاء على وحش اليزابيث. بتقول له بعدها بقى انا بضمن لك انك هتبقى مغامر، ايوه هتبقى مغامر قوي وتحقق حلمك اللي كنت بتسعى له. الواد بيعيط كده وبيقول لها طول حياتي كان نفسي ابقى مغامر، بس كل حاجه كانت عكس رغبتي، ولكن اخيرا هبدا في تحقيق الحلم ده. المهم وفعلا ريك بيروح مع رينيت، وهناك بيتعرف على الفريق واللي بيشرفوا على تدريبه. بيتعرض لاصعب التدريبات واقصاها على الاطلاق، وحرفيا كان هيموت اكتر من مره، ما علينا يعني. المهم وبعد معاناه وتدريب شاق لمده 2 ريك بيرجع تاني للنقابه، بس المره دي بيرجع كمغامر. وبالفعل بيقدم في اختبار المغامرين، ولكن واثناء حديثه مع موظفه الاستقبال بيجي لهم مغامر كده والظاهر ان هو مش في وعيه. بيضايق البنت كده بس ريك بيمسكه، وساعتها
وساعتها الواد بيفقد وعيه من قوته. بيقول ريك بقى لما بيشوفه ده اكيد وقع من كتر الشرب بس مش اكتر. المهم بياخد البطاقه بتاعته اللي بيكون رقمه 4242 بيسيبهم وبيمشي، ولكن وقتها بنشوف ايد ريك معلمه بدرع المغامر اللي مصنوع من الفولاذ، وده معناه حاجه واحده بس يا صديقي، ايوه ريك وصل لمستوى تاني من القوه ومحدش هيقدر عليه. المهم بيطلع من النقابه الرينت اللي بتكون مستنياه، بيتكلموا مع بعض شويه بخصوص اختبار القبول، وبعدها بيتجه ريك لاداء الاختبار وبيعمل كشف كده لقوته الجسديه. المهم اول مرحله بتكون قياس مقدار قوتك السحريه، العيال كلها بتقيس قوتها لحد لما بيجي دور ريك وبيروح بعدهم يقيسها، بس بتكون طاقته السحريه تكاد تكون معدومه والواد بيتحرك جدا. بعدها بيكملوا للمرحله الثانيه من الاختبار واللي بيكون مطلوب منهم يدمروا البتاعه ديت. وقتها ريك بيفتكر تدريباته مع الاورك واللي كان بيخليه يضربها 50,000 لكمه في اليوم، وساعتها الواد بطنه بتتقلب وما علينا يعني. المهم الاختبار بيبدا والعيال مش قادرين يدمروها، ده حتى كان في عيل شايف نفسه حبتين ولكن مش بيعرف يخدشها حتى، جت اخي بالا. اخيرا بيجي الدور على ريك وهوبا الواد بيدمرها بكل سهوله، ضربه واحده بس حولتها الاشلاء في كل حته، الانظار كلها بتبقى عليه ومحدش مصدق ان عجوز 30 كحيان بقى بالقوه ديت. المهم بعدها بيروحوا للاختبار اللي بعده واللي كان مضمونه التصدي للسحر المركب. هنا الكل بينصدم من قوه ريك الكبيره لما قدر يصد سحر مركب من المستوى الرابع. بيقول لهم ريك معلش بس انا ما بعرفش غير في السحر المركب من المستوى الاول، يعني ما بيكونش عارف ان هو اتصدى لسحر اقوى 3 مرات من اللي هو بيستخدمه. بعدها بيتوجهوا للاختبار الورقي علشان يختبروهم في المعلومات العامه، وبالفعل بيخلص الاختبار وبيروح يستنى النتيجه. بيقعد مع رينت كده بس بيجي لهم الواد ده واللي بيكون ابن الضوق بيشتم في ريك علشان سرق منه كل الاضواء النهارده، بس ريك بياخده على قد عقله لحد لما بتيجي اخت الواد، وساعتها الواد بيتمسكن عليها، فالبنت بتتحدى ريك في نزال ما بينهم وبتكون مفكره ضعيف بالمقارنه بيها، وبالفعل الواد بيوافق وبيروحوا لساحه القتال. البنت بتقول له الفايز في النزال ده هيطلب طلب من الخاسر وهينفذه غصب عنه، وانا لو كسبتك يا عم هشغلك خدام تحت رجلي الباقي من حياتك. وبنعرف ان البنت ديت فارسه من الدرجه الثانيه واسمها انجليكا. ريك بقى اول لما بيعرف بكده بيجيب ورا وبيكون عايز يلغي النزال، بس رينت بتشجعه وبتقول له انت اقوى منها بكتير، افتكر كل التدريبات اللي اتدربتها وهتفهم قصدي. بس ريك اول لما بيفتكر بطنه بتوجعه ويا عيني عليك يا ابني والله. المهم بيبدا القتال وانجليكا بتهجم على ريك بسرعه كبيره، بس من منظور ريك بيكون شايف انها بطيئه على الاخر. البنت بتدوس على حجر كده فبتقعد تلف بشكل عشوائي، وريك بيكون فاكر ان دي سرعتها الحقيقيه، بس البنت بتلف بالغلط حرفيا والغبي هيفضل غبي. ما علينا. بعدها البنت بتقرر تقاتل بجديه وبتهجم على ريك، بس الواد بيتفادى كل هجماتها بسهوله وبيقرر يهاجم هو فجاه. ريك بيضرب الارض بقبضته الجباره وبيدمرها من تحتهم. البنت بتطير من الهواء الناتج بس مش اكتر، وقوه جباره فعلا بتظهر. ريك بيتحمس وبيقول لها يلا بينا نكمل، بس البنت بتترعب منه وبتفلسع من المكان. وقتها رينت بتقول له نتيجه الاختبار خلاص هتطلع وباقي الفريق خلاص على وشك الوصول. هو بالفعل بيروح ريك يشوف النتيجه وبتقول لهم المشرفه ان لو البطاقه بتاعتك اضاءت باللون الازرق فكده انت نجحت النهارده وباقي لك اختبار واحد بكره، اما اللي بطاقته مش هتنور فهو كده يبقى فشل في الاختبار. ريك بقى بيكون متوتر لانه خايف من الفشل، بس رينت بتشجعه وبتقول له خليك واثق في نفسك وفي قدراتك واوعدك انك هتنجح. فبيقول لها ريك طب لو فشلت؟ فبتقول له رينت يبقى تدريباتك هتتضاعف 3 اضعاف. ريك بقى بيكون خلاص شويه وهيعيط من كلامها، بس فجاه بطاقه ريك بتلون باللون الازرق وبكده هو نجح في الاختبار. بيكون طبعا في منتهى السعاده ومش مصدق نفسه. المهم بيخرجوا بس بيقابلهم الشخص ده وبيضايق رينت كده بالكلام، بس ريك بيقف في وشه وبيقول له البنت دي تخصني مالكش دعوه بيها. بس بيتضح ان الواد ده اسمه راستر وهو مغامر من الرتبه ايه، وهو يعني اللي هيختبر ريك في الامتحان اللي جاي. يا عيني يا ابني ريك كان جاي يهدي الدنيا فولعها خالص. بيقول له هتيجي علشان اختبرك وهنفخك. بعدها بيمشوا بقى وبنشوف ريك قلقان من الواد راستر وبيقول هو ممكن يسقطني ولا ايه، بس وفي طريقه بيقابل شخص كده يدعى لاروت وبيقول له انا اللي هختبرك في الاختبار اللي جاي، وده لاني هكون المشرف على كل مغامر فوق الرقم 4200. ريك طبعا بيفرح كده واللي هو خلعت من راستر. نروح بقى لراستر واللي بنعرف ان الواد والبنت دول يبقوا اخواته الصغيرين. بيقولوا له على اللي عملوا معاهم ريك وانه علم عليهم. الواد بيتعصب كده وبيكون هيولع من الغضب، بيتوعد لريك بالانتقام حتى لو هيخلص عليه. المهم وتاني يوم بيدخل عليهم شخص كده وبيقول لهم المشرف لاروت تعب فجأة وعلشان كده اللي هيختبركم شخص يدعى راستر. ريك الكلمه رشقت في قلبه زي الرصاصه وبيقول هي خلاص خلصت، راستر هيسقطني. بس ازاي لاروت تعب فجأة؟ ما كان زي الفل امبارح. وبيتضح ان راستر الخنزير حبسه في غرفه وحط له منوم، وبنشوفه وهو بيتوعد لريك بالموت. نرجع لريك بقى اللي مش على بعضه وخايف من اللي هيحصل في الاختبار. الواد بيفقد ثقته في نفسه وبتكون معنوياته في النازل، بس رينت بتحاول تشجعه وترجع له ثقته في نفسه من تاني، وبالفعل ريك بيتشجع وبيقول انا لازم اكسبه. بيدخل بعدها عليهم شخص غريب كده وبيقول ما تيجي اقيس لك مقدار حظك النهارده وهل يعني هو حلو ولا وحش. وبالفعل ريك بيوافق على كلامه، ولكن قبل ما بيقعد بيتنقل بدون اي مقدمات من المكان. الواد بعدها بيضحك كده وبيتضح ان هو نفس الواد اللي كان ريك حط عليه. ايوه دي شكلها
لعبه وبتتلعب على صاحبنا الغلبان. ورينت بتتعصب على الاخر، بتمسك الواد ده وبتقول له انت ريك راح فين دلوقتي ولا خليك تحصله. الواد بيترعب منها وبيقول لها هتلاقيه على بعد 100 متر من المكان. وبالفعل بنشوف ريك خرج بره النقابه خالص وبيكون قاعد كده ومش فاهم اي حاجه، بس بيدخل عليه مجموعه من القتله وبيكونوا محملين بالاسلحه وناويين يخلصوا عليه، وبنعرف انهم حراس عائله بيرلموت. ولكن فجاه اقوى فرقه مغامرين في العالم بيطبوا عليهم، الفرقه اللي اشرفوا على تدريب ريك وخلوه بالقوه ديت. هنا الاورك ده واللي اسمه اشاروك بيقول هم مين دول؟ فريك بيقول له دول جماعه اصحابي بنسل بعض مش اكتر. وهنا بقى بيقول لزعيمهم ما تعملوش اي حاجه لان دول ناس مش عاديين. بس الواد ده بيهجم على الاورك، ولكن انت بتلعب معايا يا ابني ولا ايه؟ السلاح بينكسر والاورك ما اداش اي رد فعل، والواد بيتفاجئ كده بس مش بيحرم وبيهجم بايده المجرده، ولكن الاورك بيمسك ايديه وبيكسرها وبيقول له قبضه ايدك حلوه. وهنا بيرجع له ايده زي ما كانت. وريك بقى بيقول لباقي الحراس اسمعوا كلامي، لو كملتوا في القتال ده هتموتوا كلكم. ولكن ما حدش بيسمع كلامه وبيقرروا يواجهوهم. هنا الواد ده واللي اسمه ميزت بيقول لريك بص كده على السلاح الجديد بتاعي. الحراس بيهجموا عليهم والواد بيغربلهم بالرصاص، سلاح رشاش واحد كفيل بيهم كلهم. ريك بقى بيقول له وقف علشان ما تقتلهمش، بس وساعتها القائد بتاعهم بيمسك رابع عضو من الفريق واللي اسمه دراكول، بيقول لهم حركه واحده بس وهخلص لكم على البنت ديت، بس انت بتلعب في عداد عمرك يا غبي. ريك بيقول له لمصلحتك ابعد عنها، بس الراجل مش بيسمع كلامه. وقتها البنت بتحس ان هو بيضايقها فبتولع فيه. ايوه الراجل اتفحم يا عيني. هنا الشخص ده بقى بيقول عندها 10 سنين واقوى مصاص الدماء في العالم واسمها اليسريت دراكولا. والواد ده بقى واللي بالرغم من شكله الصغير الا انه نص قزم ونص الف وعنده 50 سنه، وبالرغم من كده فهو اعظم حرفي اسلحه في العالم. والاورك ده بقى واللي عنده قوه عضليه مهوله وذكاء خارق الا انه بيقدر يستخدم اي تقنيه او اي سحر في الوجود، هو اسمه الحكيم اشرك. والثلاثه دول طبعا من الرتبه اس. حرفيا الواد اللي جنبه بيترعب من اللي سمعه، وهو بيكمل وبيقول انا ما توقعتش ان هيجي اليوم واشوف فيه الفريق ده، بس من دلوقتي هتقاعد وهعيش الباقي من حياتي في سلام. بعدها بنشوف دراكولا بتخلص على الباقي لوحدها، ونرجع بقى لرينت اللي لسه مسلحه الواد ده وبيقول لها انت هتفضلي ماسكاني كده لحد امتى؟ بتقول له لحد لما يجي ريك. فبيقول لها ريك خلاص مات لاني بعته للجحيم، حراسنا زمانهم خلصوا عليه. ولسه ما كملش كلامه بيجي ريك وبيقول لهم اسف على التاخير. هنا الواد كان هيعملها على نفسه اللي هو ازاي وفين وامتى. هنا ريت بقى بتضرب الواد في الجدار وبتقول له يلا بينا، بس وفجاه بيدخل عليهم لاروت واللي باين عليه التعب الشديد. بيقعدوا كده ولاروت بيبدا يحكي لهم وبيقول لهم ان راستر قعد يضرب فيه وبيسالوا على حلمه. فلاروت بيقول له ان نفسه يبقى مدرس للاطفال اللي حلمهم يبقوا مغامرين ولكن ما عندهمش مؤهلات. فبيكمل ضرب فيه وبيقول له ازاي وضع زيك عايز يعمل كده. المهم راستر بيكتفه وبيحبسه في الغرفه، وريك لما بيسمع الكلام بيتعصب جامد، بيقول له كمل في حلمك لحد لما تحققه، ودلوقتي انا لازم اعلم راستر درس عمره ما هينساه. نروح بقى لراستر واللي كسر باقي المغامرين وبيقول له تعالى يا ريك انا في انتظارك. وهنا بنشوف ريك ينفجر من الغضب وشكله ناوي يخلص عليه. المهم بنشوف شخص كده اسمه ادولف بيقول انا واحد من المشرفين على الاختبار، وده لاني بقدر اشوف كل القدرات اللي قدامي، والقدره ديت اكتسبتها من وقت ولادتي. بيشوف كده قوه راستر وعينيه بتوجعه، وده علشان اي حد قوته كبيره بتسبب ضرر لعينه. المهم بيلاحظ بعدها ريك وبيقول هو الشخص ده متعصب كده ليه، بس اول لما بيجي يشوف قوته الواد عينه بتكون هتفرقع من قوه ريك، وشكل كده ريك مش هيهزر. بعدها بنشوف كل الفريق قاعدين كده ومستنيين نزال ريك ضد راستر، وبالفعل بيحين وقت النزال. وراستر بيقول لريك ما توقعتش انك هتنجو من الحراس، بس ما علينا كده كده انا هدفعك الثمن غالي. وفعلا راستر بيهجم على ريك بطلقه جليديه، بس ريك ما بيتحركش من مكانه. هنا راستر بيتعصب وبيهجم عليه بسحر اللهب من المستوى الثالث، ولكن ريك لا حياه لمن تنادي. الواد واقف مكانه بدون اي ردة فعل، ووقتها البنت ديت بتخاف على ريك، بس الاورك بيقول لها ضربه ضعيفه زي ديت عمرها ما هتاثر فيه. هو انت تعرفي المبادئ الاساسيه الاربعه للمغامر؟ فبتقول له ايوه، وهم القوه البدنيه والتحكم في قوه الجسد والطاقه السحريه والتحكم في السحر. فبيقول لها مظبوط، بس لازم تطوير الطاقه السحريه للمغامر وهو لسه صغير والا ما فيش امل ان هو يتحكم فيها. فبتقول له ايوه قبل سن ال20، بس ريك بقى مغامر وهو في ال30 من عمره. بيقول لها فعلا، وبكده ريك مش هيقدر يستخدم الطاقه السحريه. المهم بنرجع للقتال من تاني، وراستر بيهجم على ريك بسحر الطبيعه من المستوى الرابع. بس ده ريك يابا انت بتعمل ايه بس؟ هنا اورك بقى بيقول احنا دربنا ريك اصعب التدريبات، ولذلك ريك بقى في نطاق قوتنا كلنا، يعني ريك دلوقتي يعتبر مغامر من الرتبه اس. المهم راستر بيهجم على ريك مرارا وتكرارا لحد لما بيطبقه في الصخرتين دول. بيكون مفكر نفسه كسب خلاص، بس على مين يا حزين؟ ده ريك عمك وعم الجامدين. وبالفعل ريك بيقوم ولا كأن اي حاجه حصلت. راستر بيتعصب اكتر وبيدمج سحر اللهب مع سحر الطبيعه من المستوى الثالث وبيهجم بيه على الواد، بس هوبا الكل بيتفاجئ لان ريك صد هجمه من اقوى الهجمات بايده المجرده. راستر بيهجم عليه من تاني، بس الواد بيديله ضربه بترجعه لورا. الضربه كانت جامده جدا، بس راستر صلب نفسه علشان هجمه ريك ما تاثرش فيه. راستر بقى بيسال ريك وبيقول له عجوز كحيان زيك ازاي وصل للقوه ديت في خلال سنتين؟ فبيتعصب ريك وبيقول
بيقول له انا تعرضت للموت اكتر من مره في اليوم، خدت اقوى واصعب التدريبات وعلشان كده بقيت بالشكل ده. البنت ديت واللي اسمها لسه بتقول ازاي مات يعني وهو لسه على قيد الحياه قدامنا؟ فبيقول لها الاورك لان عندي تقنيه بترجع الشخص اللي لسه ميت للحياه. المهم بيفتكر كل واحد فيهم لما مات ريك اثناء التدريبات وما علينا يعني. بيقول بقى راستر حتى لو التدريبات ديت كلها موجوده فانت بتعمل كل ده ليه؟ فبيقول له ريك ان هو حلمه يبقى مغامر قوي ويخلص على الوحش الاسطوري اللي ثابت. ساعتها الكل بيضحك عليه وده لان في اعتقادهم الوحش ده في القصص الخياليه بس. هنا بقى راستر بيقول له كفايه عليك لحد كده وبيهجم عليه بسحر الغابه المركب من المستوى الرابع. وفعلا ريك بيتثبت في مكانه من الجذور وهوبا راستر بيعمل تعويذه من المستوى الثامن، اقوى تعويذه مركبه على الاطلاق، وبسبب كده بينتج وحش عملاق من الجذور. راستر بيكون جواه بيقول له خلاص انا هخلص عليك دلوقتي. هنا ريك بقى بيغلف ايده بالسحر المركب من المستوى الاول وراستر بيضحك عليه بيقول له سحر من المستوى الاول ازاي هيتغلب على تعويذه من المستوى الثامن؟ هو انت بتهزر ولا ايه؟ بس ساعتها ريك بيساله عن عدد المرات اللي استخدم فيها السحر، فبيقول له راستر مش فاكر، هي مرتين ثلاثه وقدرت اتعلمه. فبيقول له ريك انا استخدمت السحر ده 100 مليون مره. وقتها الواد بيضحك عليه وبيقول له انت مش هتبطل كذب ولا ايه؟ بس اشرك بياكد المعلومه ديت وان ريك استخدمها 100 مليون مره فعلا. وساعتها راستر بيهجم على ريك باستخدام العملاق واللي بيحصل تصادم بيزلزل ام الساحه. بس وفي الاخر ريك بيقدر يكسر العملاق ل 100 حته. راستر بيتحدف على المدرجات وبكده ريك حط عليه حط السنين. كل الموجودين بيتفاجئوا ان مغامر في اختبار التقديم قدر يهزم مغامر محترف من الرتبه ايه بضربه واحده. المهم بعدها بنشوف ريك ماشي في الطرقه وبيلاقي الفريق مستنيه وريك بيشكرهم على كل حاجه لان بسببهم وصل للقوه ديت. بس بيقولوا له يا عم عادي انت اصلا واحد مننا. وهنا بيجي راستر واخواته بيقول له ريك انت كان عندك المهاره من وانت طفل بس ما صقلتش قوتك ولا اتدربت عليها وعلشان كده انا قدرت افوز عليك، فمن الافضل انك تركز على مهاره معينه علشان تزيد من قوتك اكتر. راستر بقى بيعدي من جنبه كده وبيقول له في اختبار السنه اللي جايه هكون انا المختبر بتاعك وساعتها هجلدك بضربه واحده. وبيسيبه بعدها وبيمشي. المهم بعدها بنشوف ريك واقف مستني نتيجه الاختبار بس المره دي الواد بيكون في هدوء تام. ولما رينت بتشوفه بتساله عن سبب هدوءه ده فبيقول لها مفيش انا كنت بس بسترجع ذكريات الماضي. وبنرجع فلاش باك بقى لطفوله ريك لما كان بيقرا قصص البطل ياماتو اقوى مغامر في العالم. المهم الاب والام بيكونوا رافضين فكره ان هو يبقى مغامر تماما وابوه بيقول له شوف لك يا ابني وظيفه مستقره تبني بيها حياتك. بس بعدها ريك بيروح لدكتور وده علشان يشوف المهارات اللي اتولد بيها. فالدكتور بيقول له بص يا ابني انت عندك مهاره فطريه ولكن مش هتظهر بالتدريب، انت شخص نادر وبسبب كده مهاراتك ديت هتظهر لوحدها. فبيقول له ريك هي مهاراتي ديت زي البطل ياماتو كده؟ الدكتور بيقول له ايوه تقريبا زيه. الواد وقتها بيفرح جدا من كلامه وبيقرر يبقى مغامر قوي ويهزم وحش اليسابيت اللي في قصص البطل ياماتو. بتعدي السنين والاعوام وريك فقد الامل في ظهور المهاره بتاعته وبيكون قاعد مع اصحابه كده وواحد بيقول له ايه يا ابني كل ده مهارتك مش عايزه تظهر؟ وبيكونوا بيتكلموا عن ان المغامر بيكسب فلوس كتيره جدا من شغله. فبيقول ريك في نفسه اكيد انا مش بسعى لسبب تافه زي ده. بعدها بنشوف ريك مروح للبيت وبتقول له الام عملت ايه؟ فبيقول لها تم قبولي كموظف استقبال في نقابه تايجر وورد. ابو طبعا بيفرح كده وبيقول له انا فخور بيك جدا يا ريك. بعدها الواد بيروح للنقابه وزمايله بيرحبوا بيه بس بيتصدم من كميه المهام اللي عليه. بتعدي الايام ونفس الروتين المعتاد كل يوم وحياه ممله ما تناسبش ريك اللي بيحب المغامره. المهم في يوم من الايام بيدخل زايد على بطلنا وبيقول له مفيش مبروك ولا ايه؟ انا اترقيت للرتبه بي. ريك بيبان عليه الحزن كده بس بيقول له مبروك يا عم. بعدها بيكون مروح للبيت وبيقابل رينت وبيقتلوا التنين وبيروح معاها لقبضه الاشرك زي ما عرفنا في البدايه. ما علينا يعني. المهم نرجع للحاضر عند ريك اللي مستني نتيجته وبالفعل بينجح في الاختبار وبقى مغامر رسمي. بعدها بنشوف ريك مع لاروت واللي بقى يومين على خروجه من المستشفى. بيقول لريك انا عايز اجيلك في قبضه الاشرك واشوف الفريق بتاعك. فريك بينصدم كده وما كانش عنده حل غير الموافقه. وبالفعل بعدها بنشوف لاروت ماشي في الغابه وبيقول هو ليه ريك قال لي البس دروعي وانا جاي؟ بس وفجاه بيشوف القلعه ديت وبيقول هي ديت قبضه الاشرك ولا قلعه ملك الشياطين؟ المهم بينادي على ريك اللي بيجي وبيرحب بيه وبيدخلوا جوه وبيسال لاروت ريك عن سبب اختفاء الوحوش من الغابه. فبيقول له علشان بيخافوا يهربوا من هنا. بيدخلوا للبيت ورينت بترحب بلاروت وكمان بتيجي دراكولا ترحب بيه بس ترحيبها بيكون عنيف حبتين يا صديقي. المهم بعدها رينت بتودي لاروت لغرفته وبتقول له اقعد البيت بيتك. وقتها بيشوف ميزيت بيعمل سلاح جديد وبيروح له وبيتعرفوا على بعض وميزيت بيخلي لاروت يجرب السلاح الجديد وبيدوس على الزناد ومن قوه الطلقه بتعمل حفره كبيره في الارض. واروت لما بيشوفه بيقول الاسلحه ديت خطيره جدا على البشر. بعدها بقى بيكون بيتجول في القلعه والدنيا 100 فل و10. وقتها بيلاقي اشرك بيقرا في كتاب بيقول له اشرك ان هو يدخل ولاروت كان في قمه الذهول من كميه الكتب في المكان. فبيقول له الاورك ان ديت هي هوايتي وبيساله لاروت هو قرأ الكتب ديت كلها ولا ايه؟ فبيقول له معظمها لاني اخر فتره كنت بساعد ريك في التدريب ولكن انشغلت عنها يعني. لاروت بيقول له يعني انت اللي ضربت ريك بايدك؟ فبيرد عليه وبيقول له ايوه بس انت عايز درس ولا ايه؟ لاروت بيقول له يلا بينا. بعدها بنشوف ريك بقى اللي بيسال ميزيت عن مكانه فبيقول له راح مع اشرك يضربه في الغابه.
الغابه. ساعتها ريكي بيتجنن وبيقول ده كده الواد خلاص ميت وش. وهنا بنشوف لاروت مربوط في اوزان وبيقع من فوق الجبل وبيكون على يقين ان هو هيودع الحياه، بس بينزل على الخنزير ده واللي مسكته رينت علشان تجهز العشاء. فبتقول له هي الاوزان ديت بتاعت اشروك مش كده؟ بيقول لها ايوه، قيدني بيهم وحدفني من فوق الجبل. ساعتها بيجي اشروك وبيقول له انت هنا؟ طب يلا نكمل تدريب. المهم واخر النهار بنشوف الواد وهو بيقول له ريك ما تسيبنيش مع المجنون ده تاني، وكان قصده يعني على الأورك. بعدها بيقعدوا للاكل والدنيا بتبقى تمام. بيسال لاروت اشروك عن مهاره ريك وهل هي يعني ظهرت ولا لسه. فبيقول له مهاره ريك من النوع اللي بتتفعل بشروط معينه وما يقدرش يعني يتحكم فيها، وبالرغم ان هو مهاراته لسه ما ظهرتش وما بيعرفش يستخدم الاسلحه الا انه بالفعل يعتبر من الرتبه اس، ولكن لو جه يوم ومهاره ريك الفطريه ظهرت فهيبقى اقوى مننا مجتمعين. المهم بعدها بيقعد اشروك مع لاروت وبيقول له بما انك شغال في النقابه فتعرف ايه عن جواهر تدعى بالجواهر السته. فلاروت بيقول له مش ديت اللي موجوده في قصص المغامر ياماتو؟ بيقول له ريك ايوه، علشان هدفنا نهزم اليسابيث. فبيقول اشروك الجواهر السته بيفتحوا باب للمكان الموجود فيه وحش اليسابيث او بما يسمى يعني كايزر اليسابيث. بيقول بعدها ميزت ان الجواهر السته بتظهر كل 200 سنه، وبما انها تظهر الفتره ديت فاحنا هنتبعها عن طريق السحر اللي طالع منها. فبيقول لهم لاروت في الوقت الحالي انا مش فاكر اي حاجه، بس هدور على اي حاجه تفيدكم في النقابه. المهم بعدها بنشوف اشروك وريك ودراكولا في المقر الرئيسي وبيكونوا عاوزين ياخدوا مهمه معينه، بس الرئيس بيقول لهم لازم شخص رابع معاكم. فبيقول له اشروك ما علينا، هات لنا يا عم انت مغامر رابع. وبالفعل بيجيب له البنت ديت واللي بتكون شايفه ان اشروك والباقي ضعفاء، بس في الاخر يعني بتروح معاهم. وفي طريقهم بيشوفوا الجوهره واللي بتكون بعيده حبتين، ولكن في الاخر بيوصلوا، بس بيلاقوا تنين هناك والبنت بتترعب وبتقول لهم يلا نهرب بسرعه. ولكن اشروك بيدي للتنين ضربه واحده بس مسحت به الغابه. بيكملوا طريقهم والبنت ديت عماله تصيح، بس وهوبا التنين ده بيقع جنبهم ميت. وهنا بنشوف اشروك عمال يضرب في التنانين ويدمر الغابه، اما دراكولا عماله تولع فيهم والبنت بتلعب يا صديقي. نروح بقى الريك اللي بيجي له تنين احمر عملاق، بس ريك بيخلص عليه بضربه واحده. المهم وتاني يوم بنشوف البنت ديت واللي اسمها ري متضايقه كده، فبيقول لها الرئيس شكلك كده شفت قوتهم امبارح. وهنا بتفتكر لما كانوا ماشيين وري بتسالهم عن جثه التنين، فدراكولا بتقول لها ديت علشان الغدا. وفرقه اخر ضحك الصراحه. المهم نرجع لفريقنا اللي بيقول لهم اشروك لقينا اول جوهره واللي كانت في عرين التنين، يلا بقى يا ميزت تحدد لنا مكان باقي الجواهر. وبالفعل بتظهر خريطه كده الارض هيرو وشكلها ما تبشرش بالخير. فقبل 400 سنه كان موجود ملك يدعى بالكسندر عمل الارض ديت وسماها ارض هيرو، وقام بعمل حلبات للنزال ما بين المغامرين، وكان بيلقب بالاسطوره الاكبر، وده علشان فاز في نزالات كتيره، واتقال ان هو هزم ما يقارب ال10,000 رجل من اقوى واعتى المحاربين. ومن وقتها وديت هي الحياه الروتينيه في ارض هيرو. ودلوقتي اصحابنا جايين علشان يحصلوا على احد الجواهر السته، بس كل لما يسالوا حد يخاف ويهرب بسبب شكل الاورك المخيف. هنا بيلاقوا اتنين كده، فاشروك بيسالهم عن الجواهر السته، بس الواد بيقول له انت ازاي تكلمني كده؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين ولا ايه؟ ده انا واحد من اقوى الملاكمين في الارض ديت. فساعتها اشروك بيتضايق منه وبياخده يظبطه وبيجيبه تاني، والواد بيقول له انا خدام تحت رجلك. هنا بقى بيوري لهم الجوهره واشروك بيسالهم اذا كانوا شافوا حاجه شبهها قبل كده، فبيحسوا فعلا انهم شافوها بس مش فاكرين فين بالظبط. وقتها بتحصل ضجه في المكان وبتقول لهم البنت ديت ان باقي شهرين بالتمام والكمال وبطوله الملاكمه هتبدا، واللي بيتفرج عليها 500,000 متفرج من جميع انحاء البلاد. الشخص ده واللي اسمه كيروين فاز بيها 3 مرات على التوالي، بس ساعتها بيلاحظوا الجواهر التانية في حزام البطوله، بيتفاجئوا بقى كده، بس بعدها بيروحوا يقابلوه. بيقول له ريك احنا محتاجين من وقتك دقيقه، بس كيروين بيقول لهم انتم عاوزين مني ايه؟ ولسه ريك هيبرر له، فبيقطعوا اشروك وبيقول لكيروين احنا عايزين حزام البطوله ده، الجوهره اللي فيها كانت بتاعه واحد من الحزب بتاعنا في الماضي. بس كيروين بيرفض وبيقول له لو عاوزه يبقى لازم تفوز بالبطوله علشانه. وبالفعل بعدها بنشوف ريك ورينت مع اشروك وبيقول لهم اشروك احنا هنشارك في البطوله ديت كملاكمين ولازم نفوز بيها ونسترد الجوهره من الحزام. فبتقول لهم رينت ان علشان يعدوا التصفيات التمهيديه فلازم اللاعب يجتاز الاختبار من شرق وغرب المملكه، وبيكون يعني من حزب المتاهلين ويهزمهم كلهم. ريك هيكون في الدور الغربي اما اشروك فهيكون في الدور الشرقي، وبكده احتماليه الفوز بالبطوله هتكون اعلى. المهم بيقولوا ريك طب هتروح الجنب الشرقي ازاي؟ وهنا بيجي غولدو بيقول له يلا يا زعيم جبت لك المواصله ما علينا. بعدها بنشوف ريك بقى في ساحه القتال واللي بيقول له المشرف ان النزال بتاعك هيكون ضد ملاكم عشوائي من الملاكمين الجدد، وبالفعل بيدخل عليهم الملاكم والمفاجاه بتكون انجليكا اخت راستر بتنصدم كده اول لما بتشوف ان ريك خصمها، وبعدها بيبدا القتال. ولكن وهوبا انجليكا بتستسلم بالسهوله دي، ولكن بعدها بنشوف انجليكا بتسال ريك عن سبب وجوده هنا، فمش بيرضى يقول لها بس بتكون هتبدا تعيط، فبيقول لها خلاص انت شكلك جعانه تعالي نتعشى مع بعض. المهم بيقعدوا مع بعض والبنت بتسال ريك هو ليه بقى ملاكم، فبيقول لها مفيش انا بس عايز اكسب البطوله. بتقول له هو انت هتشارك في مسابقه السنه دي ولا ايه؟ فريك بيقول لها ايوه، فبتعرفوا انجليكا ان هو مش هيلحق، وده علشان اللاعبين بيخوضوا 10 نزالات في الشهر، واللي هيتقبل في البطوله ديت لازم يكسب 40 نزال في 6 شهور، ودلوقتي باقي اسبوع واحد على بدايه التصفيات ومش هتلحق تكسب في يوم يعني ال 40 نزال. فبتساله رينت بقى وبتقول له هو انت ما حددتش ال 40 نزال في 4 ايام ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه،
الحلبة. وهنا بقى انجيليكا بتنصدم، بتقول لهم انتم شلة مجانين. المهم ثاني يوم بيروح ريكي مع رينيت لمبنى الاختبارات وبيقول له الموظف ان نزالاتك هتبدا النهارده، واول واحد هتواجهه هو غريت ألبرت. بس الملاكم ده في اشاعات عنه بتقول ان هو بيستخدم سلاح في اثناء النزال. ريكي طبعا مش بيهتم، وبعدها بنشوفه في حلبة القتال. بيبدا النزال وبالفعل بيكون غريت مع جوهرة بتقوي قبضته. بس واول لما بيضرب ريك بيكون مفكر ان هو كسب، بس بيلاقي ان دراعه هو اللي اتكسر وبيقول له ريك جه الدور عليا يا معلم. بيضرب جنبه بضربه والواد بيكون هيموت من ضغط الهواء، وطبعا بيفوز ريك في النزال واللي جاي مع بحق وحقيقه يا صديقي. بعدها بنشوف ريك ورينيت بيتكلموا مع انجيليكا واللي بتقول مستحيل تفوز في 40 نزال في 4 ايام، وده لان الحلبة الواحدة بتشرف على نزال واحد يوميا، واكيد يعني مش هتلحق تروح كل الحلبات اللي في المملكه، ده بين كل واحده وواحده مئات الكيلومترات. وقتها بتقول رينيت لريك نزال حلبة غريد على وشك البدء، فبتقول لهم انجيليكا ده مستحيل، وده لان الحلبة دي تبعد عنهم مسافه 30 كيلومتر، وحتى لو اخدت مواصله مش هتلحقوا. فبيقول لها ريك مواصله ايه؟ وهوبا بينطلق بسرعه البرق وبياخدها جري على الحلبة. بتسالها بعدها رينيت بقى وبتقول لها تحب تشوف النزال؟ فبتقول لها ايوه، بس هنوصل ازاي؟ وساعتها رينيت بتشيلها وبتنط بيها ما بين البيوت والبنت عماله بتصيح. المهم بعدها بنشوف ريك خارج من الحلبة وبنعرف ان هو زرع المنافس في الارض وبيتجهوا للحلبة اللي بعدها. ريك عمال يهزم في الملاكمين واحد ورا الثاني وحرفيا بيلفوا المملكه في يوم واحد. بعدها بنشوف انجيليكا بتقول ان ريك قدر يجتاز 40 نزال في 4 ايام بس. فهنا بتسالها رينيت وبتقول لها انت عايزه تكسبي البطوله ولا لا؟ فبتقول لها ايوه، بس بما ان العجوز ال30 دخلها فهو اللي هيكسب. هنا بيجي لهم بقى صاحب الحانه وبيقول لهم ممكن تساعدونا في الحانه علشان ما فيش عمال كافيه. المهم بعدها بيجي ريك بس بيظهر له الشخص ده وبيقول له انت ريك مش كده؟ انا رئيس الدوري الغربي من بطوله الملاكمه، اسمي سناب واتشرفت بمعرفتك. هنا بيقول له ريك انت عرفتني ازاي؟ فبيقول له سناب ازاي ما اعرفش، اسرع متاهل في تاريخ البطوله. المهم بيتكلموا شويه وبنعرف ان سناب مقرب لعائله بيرموت ويبقى خطيب انجيليكا. المهم بعدها سناب بيسيب وبيمشي. بيدخل ريك للحانه وبتقول له النادله ان سناب واحد شرير. وفي الوقت ده بنشوف مدرب كروين بيقول ان ريك قدر يكسب 40 نزال في 4 ايام بس، وكل نزال ضده اتحسم بضربه واحده. فبيضحك كروين كده وبيقول شكلنا هنتسلى الموسم ده. وقتها بنشوف فلاش باك لاول مقابله ما بين كيروين والمدرب اللي بياخده معاه لهيرو. بعدها بنرجع للحانه وبنشوف صحابنا بيفطروا وبيتكلموا عن التاهل للتصفيات. وبالفعل بتبدا التصفيات واول مباراه ما بين انجيليكا والبنت ديت. القتال بيبدا والبنت بتكون صعبه حبتين، بس انجيليكا بتخلص عليهم بضربه واحده وبتكسب المباراه. بعدها ريك واللي بيفقد وعي الخصم بضربه واحده، واللي بعده يا هناه يا سعده. تتوالى المباريات تباعا وريك وانجيليكا بيكسبوا واحد تلو الاخر. بس في الماتش بتاع انجيليكا بيكون ضدها المنافس ده واللي بيضربها ضربه مزقت جسمها. بعدها بتروح للمعالجه علشان تعالج الاصابه وبتخرج من عندها وبتلاقي ريك بيسالها عن وضعها، فبتقول له تمام وبيكون باين عليها الغضب. الواد بيحاول يشوف مالها بس البنت بتسيبه وبتمشي، ولكن ريك بيلحقها في كل مكان لحد لما بتقف له. بتقول له الشخص اللي جه من يومين ده هو سناب وبيكون خطيبي، وبتبدا تحكي له ان من سنه فاتت ابوها وامها ماتوا والعيله كانت هتفلس، بس جدها البخيل بيعمل اتفاق مع سناب ان هو هيزودهم بالفلوس اللي عاوزينها وفي المقابل هيخطب انجيليكا ليه. بالفعل الجد بيوافق وسناب بيخطبها وبيتخانقوا مع بعض شويه، بس بيلاحظوا صخب من الحانه اللي جنبهم فبيروحوا علشان يشوفوا الوضع وبيلاقوا الشخص ده ماسك النادله بايده وبيضرب تايلور بايده الثانيه. والتايلور بقى هو نفس الشخص اللي هزم انجيليكا في اخر مباراه. هنا بتقول له انجيليكا سيب البنت في حالها، فبيرمي البنت وبيكون هيضربها، بس بطلنا ريك بيمسك ايده وبيقول له ما تهدي نفسك شويه يا عمنا. بيكونوا خلاص هيبداوا القتال، بس بيجي سناب وبيقول له غيث يلا من هنا، وبيتضح ان هو اسمه غيث ورغم فرق الحجم الا ان هو اخو سناب الصغير. بيقول بعدها سناب لصاحب الحانه ان هو هيبعت له تعويض بدل الحاجات اللي اتكسرت، وساعتها بيسال انجيليكا عن صحتها فبتقول له تمام، وبيكون واضح انها متعصبه منه. بعدها سناب بيمشي وريك بيقول لها يعني ايه العلاقه ما بين البطوله وخطوبتك؟ فبتقول له انجيليكا ان المبلغ المتفق عليه في الخطوبه كان ضخم جدا، وعلشان كده سناب قرر يدير البطوله وبكده هيكسب منها ذهب. فبيقول لها ريك يعني هيزوروا نتيجه المباريات؟ فبتقول له ايوه، بس انا مش هناولها له وهقضي على المحارب بتاعه، ولكن ده اقوى مني بمراحل واكيد هو اللي هيكسبني. بس وقتها ريك بيفاجئها وبيقول لها موافق اني ادربك. البنت طبعا بتخاف كده وبتقول له انت عاوز تخلص عليا ولا ايه؟ وبالفعل ريك بياخدها لاحدى الجبال وبيبداوا تدريب، ولكن ده ما بيكونش تدريب، ده بيحاول يخلص عليها فعلا لحد لما بتهرب لحانه كده وبتقول ان من المستحيل ريك يلاقيني هنا. بس وقبل ما تخلص كلامها كان ريك واقف جنبها والبنت بتتعصب وما بتكونش عايزه تتدرب تاني. بس ريك بيقول لها ان هو حاول يهرب اكتر من مره في السنتين اللي فاتوا، ولكن اشروك كان بيجيبه وبيدربه لحد الموت، وبعد لما بيموت بيرجعه للحياه من تاني. قمه المعاناه بصراحه. المهم بتقول له انجيليكا ان حلمها تبقى اول فارسه نبيله من الدرجه الخاصه، وعلشان كده بتتحمس من تاني وبترجع للجبال. ريك بيقول لها ان قتالك بيعتمد على السيف، بس الاسلحه ممنوعه في الملاكمه. وهنا بقى بتيجي رينيت وبيقول لها رينيت هتعلمك ازاي تحولي ايديك لسيف وتقاتلي بيه. بعدها بنرجع للبطوله واللي بيكون اول مباراه ما بين انجيليكا وسيلفر. القتال بيبدا وبينتهي في لحظتها، وده لان انجيليكا خلصت عليه برجل واحده. بتفوز في القتال بس محدش قادر يوقفها
بيوقفها، ومشهد اخر ضحك الصراحه. بعدها بنشوفهم قاعدين في الحانه، وهنا بتدخل عليهم دراكولا وميزيت وبيسالوا ريك عن الجوهره اللي في الامبراطوريه، فبيقول له ميزيت انها طلعت اشاعات ومفيش اي جواهر هناك. وقتها بيدخل عليهم غولد واشروك اللي خلص مهمته، بيقعدوا مع بعض والفريق بيشجع انجيليكا على المنافسه في البطوله، وده لانها موهوبه اكتر من ريك. وبالفعل تاني يوم بتبدا بطوله ملك القبضات، واول مباراه هتكون مولر ضد غيث اللي هو مشارك من قبل راعي البطوله، وفي المباراه اللي بعدها بتكون انجيليكا ضد دوغ هيب، والمباراه الثالثه هتجمع ما بين ريك وسيلينا. وقتها بيفرح ريك لانه مش هيواجه اشروك، وده لان المباراه الخامسه هتكون دوني ضد اشروك. بتتحدد مواجهات الجوله الاولى واللي بتضم 8 مباريات. ساعتها بتقول انجيليكا ريك لاحظت ولا لا؟ فبيقول لها من ايه؟ بتقول له ان في البدايه خلوا اشروك بعيد عن كيروين لنهايه البطوله، وده معناه انهم بداوا يلعبوا في النتائج من دلوقتي. المهم بعدها بنشوف ريك واشروك ماشيين، وساعتها كيروين بيوقفهم، بيقول لهم انتم جيتوا علشان الحزام مش كده؟ فبيقول له اشروك كده كده هناخده منك في الاخر. وقتها بقى بيمشي وبيقول المدرب لكيروين فاكر اول مره جيت فيها للارض ديت؟ وبنرجع احنا للزمن الماضي وقت ما كيروين كان شايف نفسه قوي، بس بيدخل ضد منافس قوي وبيعلم عليه، ومن بعدها ما بيشوفش قدامه وبيتدرب ليل نهار لحد لما بيكسب البطوله. كسب البطوله 5 مرات لحد دلوقتي، وحصل على اللقب 3 مرات على التوالي. المهم بتبدا اول مباراه في البطوله، واللي بيكون واضح فرق القوه ما بين غيث وخصمه، وبالفعل بيخلص عليه بضربه واحده وبيكسب المباراه. تتوالى المباريات تباعا، وبطلنا بيفوز في كل المباريات لحد لما بنوصل لاخر مباراه في الجوله الاولى، واللي بتكون كيروين ضد شخص يدعى غريس. بتبدا المباراه والاثنين بينزلوا ضرب في بعض ومحدش مسمي على الثاني، فبتقول رينيت ان كيروين سمح لنفسه يتضرب علشان يكسب تعاطف الجمهور، وفعلا بعدها كيروين بيخلص على خصمه بضربه واحده وبيكسب المباراه. وبكده بتنتهي الجوله الاولى من البطوله رسميا، وثاني يوم المباراه الاولى بتحدد ما بين انجيليكا وغيث. وقتها بنشوف سناب بيروح لريك وبيقول له ينفع اقعد جنبك؟ ريك بيقول له اكيد، بس انت مش قاعد ليه في مقاعد كبار الشخصيات؟ فبيقول له سناب ان دي مباراه ما بين خطيبتي واخويا ولازم يعني اشوفها من قريب. بعدها بنشوف انجيليكا مع غيث اللي بيقول لها ما تخافيش انا مش هضربك في وشك علشان سناب محذرني. البنت طبعا بتكون هتنفجر من الغيظ، وغيث وقتها بيسيبها وبيمشي. بعدها بيحين وقت القتال، وساعتها انجيليكا بتضرب غيث بالرجل في بطنه، بس مش بيتاثر وبيهجم عليها، ولكن البنت بتكون اسرع منه وبتيجي من ظهره وبيكون خلاص هيمسكها، بس بترجع لورا كده في اخر لحظه. وقتها بتتثبت وبتضخ السحر في كل جسمها. رينيت بتقول في نفسها انت تقدري، وبالفعل انجيليكا بتنطلق على غيث بسرعه كبيره وبتقدر تجرحه في بطنه، وشكل كده رينيت هي اللي علمتها المهاره ديت. بعدها بتقول له انجيليكا ها يا عمنا عمال تقول انا وانا وسكت ليه؟ بس بنرجع فلاش باك وبنشوف بقى رينيت وهي بتدرب انجيليكا وبتقسم الحجر ده نصين بضربه واحده. البنت طبعا بلمت، ولكن بالاصرار والعزيمه بتقدر تتعلمها فعلا وبتستخدمها ضد غيث. بتشرح في يمين وشمال والواد مش قادر يمسكها، ولكن بيضرب الارض وبيعمل مجال رؤيتها، بيجي من وراها هوبا بيضربها ضربه لزقتها في الجدار. البنت بتقوم من تاني وبتهجم عليه، بس غيث بيضربها ضربه حدفتها بعيد. بتقوم بعدها بقى وبتستغل سرعتها الكبيره ضده، بس المفاجاه غيث بيلاحظ سرعتها وبيضربها ضربه كانت هتخلص عليها. وقتها بنشوف سناب بيقول ان هو قابل غيث وهو عنده 8 سنين وبقى اخوه بالتبني، وساعتها سناب كان ملاكم محترف، بس لما دخل في قتال ضد غيث هزمه بكل سهوله. نرجع لغيث بقى اللي عمال يشتم في انجيليكا وعيلتها، وبيقول سناب لريك ان في اعتقاد انجيليكا انا بلعب في نتائج المباريات، بس انا مش محتاج اعمل حيل تافهه زي ديت، وده لان المحارب بتاعي قوي وانا بالفعل راهنت بمبلغ كبير على فوزه. نرجع بقى لغيث اللي عمال يضرب في انجيليكا ومش راحمها وبيمسكها من شعرها، وانجيليكا بتحاول تضربه ولكن بيكسر بيها الجدار وبيكون خلاص هيخلص عليها، بس ريك بيحدف على ايده الجزمه ووقتها ايده بتختل وما بتجيش في انجيليكا. بعدها المعلقه بتقول انتهت المباراه والفايز فيها غيث، وساعتها غيث بيبص ريك كده واللي بيشوف في عينه كميه حقد تهد جبال. بعدها بنشوف ريك ماشي للمباراه، بس بيجي غيث وبيرمي له جزمته بيهجم عليه، ولكن ريك بيختفي وبيكون بيلبس الجزمه، بيقول له ما تستعجلش على نفسك هخلص عليك في ساحه القتال. وساعتها غيث بيتعصب وبيكسر الجدار وبيقول له خلاص مستنيك. وبالفعل بنشوف ريك خلص على المنافس بضربه واحده وبيتجه لمكان انجيليكا علشان يطمن عليها، فبتقول له الطبيبه ان اصابتها كتيره وهتاخد وقت علشان تتحسن، ولكن ما تقلقش مفيش خطر على حياتها. نروح بقى لاشروك اللي بيخلص على المنافس بضربه واحده، وبعده كيروين اللي بيدشمل البنت ببوكس واحد بيكسب المباراه، والمدرب بيكون قلقان شويه. بتقول بعدها المعلقه ان الاربعه اللي تاهلوا النصف النهائي هم ريك وغيث واشروك وكيروين. المهم في الغروب بنشوف ريك عمال يتدرب في احد الجبال وشكله كده ناوي يخلص على غيث، وتاني يوم بنشوف ريك بيقابل انجيليكا في طريقه للحلبه وبتتاسف له علشان ما قدرتش تهزم غيث في المباراه. بتبدا تعيط وبتقول له انا ما كنتش عاوزه اكون نبيله واتجوز من شخص زي سناب، كان حلمي ابقى فارسه قويه بس مش اكتر، ولكن شكل كده جدي كان عنده حق. وقتها ريك بيهديها وبيقول لها ما تقلقيش انا هعلمهولك الادب، وكان قصده على غيث يا صديقي. المهم بعدها بنشوف ريك مع غيث في حلبه القتال، وغيث عمال يستفزه بالكلام بيقول له كان لازم انا اقتلها وقتها. ساعتها ريك بيضرب ضربه بتخليه يقع على ركبته وبيقول له سحليه زيك مكانها الارض. ايوه ريك هيحط عليك حط السنين. وقتها غيث بيتعصب وبيقوم يضرب ريك، بس ريك بيتفادى الضربه وبيضربه في بطنه. غيث بيتاثر منها ولكن بيهجم على ريك وبيضربه
وبيهجم عليه من تاني، بس ريكي بيستغل اندفاعه وبيتفادى ضرباته وبيجري كده، ولكن غس بيلحقه وبيضربه وبيجي يقوم، بس غس بيفضل يضرب فيه. وقتها غس بيحس بالتعب، والمفاجأة ان ريكي ما تأثرش من اي ضربة. ساعتها اشرك بيقول ان ريكي كبح كل قدراته علشان يوازن قوة انجيليكا. ايوه المواجهة دي تعتبر مباراة عودة افتراضية غيث ضد انجيليكا، يعني باختصار ريكي بيقلد قدرات انجيليكا علشان يوريها مدى قوتها. المهم غيث بيتعصب وبيصلب جسمه وبعدها بيهجم على ريك، ولكن ريك بيلغي سحره بكل سهولة. بيقوم من تاني وبيهجم على ريك بس بيعكسها له. هنا غيث بيبدأ بيتحول لتنين احمر عملاق، بيضرب ريك ضربة بيكسر بيها الحلبة، بس ريك بيرجع يهجم عليه، ولكن غيث مش بيتأثر. وفي الاخر ريك بيقرر ينهي المباراة، بيقول له اللي فات انجيليكا واللي جاي عمك ريك، وهوبا واحدة بتكسره. بيرجع يهجم عليه، بس هوبا ريك بيستعمل مهارة السيف وبينهي القتال. وقتها انجيليكا بتنادي عليه وبتقول له في يوم من الايام هوصل لنفس قوتك، لا ده انا هعديك كمان. وساعتها بيتكلم سناب وبيقول انه كان نفسه يشوف غيث مهزوم. ايوه كان نفسه يشوف غيث اللي حطم حياته المهنية مهزوم في يوم من الايام. وبيقول لانجيليكا كده الجواز مش هيتم علشان مش هقدر ادفع المبلغ المتفق عليه بعد هزيمة المحارب بتاعي. وقتها انجيليكا بتفرح وسناب بيسيب المكان وبيمشي. المهم بعدها بتبدا المباراة الثانية والاخيرة النصف النهائي، اشروك ضد كروين. يا ترى من سيكون المنتصر؟ بيبدا القتال وهوبا كيروين بيهجم على اشروك وبيرجع يهجم بضربات متعددة، بس اشروك مش حاسس باي حاجة وبيضربه وبيرجعه لورا. فبيقول كيروين انت اقوى منافس شفته في حياتي، ولكن بدون اي مقدمات بيجي غيث وبيهجم على الجماهير، بيكون مش في وعيه وده بسبب دم التنانين اللي بيمشي في جسمه. وقتها كيروين بيقول له انت هلا مين اللي قالك تقاطع المباراة؟ وقتها غيث بيهجم على كيروين، بس كيروين بيمسك ايده، هي ضربة واحدة بس جابت اجله، ولكن بعدها المباراة بتتأجل بسبب عدد الجماهير اللي اتصابوا في المدرجات. المهم وبعدها بنشوف ابطالنا قاعدين في الحانة وبيكون بياكلوا والدنيا تمام التمام. بتسأل انجيليكا عن ريك ورينت وبتقول لهم بيجروا شوية. بنروح بقى ريك واللي وصل على حدود المملكة، وده ايه الجنون ده يا عم؟ ما علينا. وقتها بيلاحظ انفجار جنبه، واول لما بيبص بيلاقي كيروين بيتدرب. بيروح له بيقول له ايه يا عمنا، مش المفروض تكون بترتاح علشان مباراتك ضد اشروك؟ فبيقول له كيروين ايه رايك تكون ضدي في التدريب؟ وهوبا بيهجم على ريك، وريك عمال يصد ضرباته، بينط لفوق وبيجهز للضربه بكل قوته. وريك هو كمان بياخد القتال على محمل الجد، بيجهز قبضته، بيحصل تصادم رهيب ما بينهم، بس كيروين بيمسك ايده. فريك بيقول له ما انت كنت قادر تفاديها، ولكن كيروين بيروح يقعد كده وبيقول له انا اتولدت في حي فقير والحاجه الوحيده اللي كنت شغوف بيها هي القتال، ووصلت لمرحله اني شايف القتال حاجه عاديه ومعتاده، ولكن بعد ما جيت للارض ديت البدايه كانت جيده، بس من الفوز في القتالات مرارا وتكرارا زهقت من كل ده، والحاجه الوحيده اللي كنت مستمر فيها اني ازود قوتي. ولكن في احدى الايام سمعت مشرف البطوله بيقول للمدرب وولف ان الناس بدات تزهق من البطوله علشان المباراه بتخلص من ضربه واحده، وبسبب كده ممكن كل حاجه تنتهي ومحدش يهتم بيها. وبعدها قررت ان اخسر البطوله بنفسي علشان تكمل، ولعبت دور المحارب اللي بيخسر وبيكسب مرارا وتكرارا، وبس يا سيدي. من وقتها وانا باخد المباريات كتسليه مش اكتر. فبيقول له ريكي كلامك ده هيتغير بعد مباراتك ضد اشروك، وبيقول في نفسه ربنا معاه بقى. المهم ساعتها بيقول له طريق السلامه انت، وبيخلع من المكان. وتاني يوم بيجي موعد المباراه، وبتقول المعلقه ان تم وضع سحر دفاعي على المدرجات. بتبدا المباراه وهوبا كيروين بيهجم على اشروك بضربات متعدده، بس اشروك بيصدها بكل سهوله. وساعتها كيروين بيهجم عليه بضربه مغلفه بالسحر، ولكن ده اشروك يا جماعه، اشروك بيلف ايده ولا كأن بيلعب معاه، بيقول له هي دي قوتك ولا انت مش عايز تقتلني بجديه؟ فبيقول له كيروين ما يخصكش في حاجه. وقتها اشروك بيقول له تمام، انت اخرك الصباعين دول قتلك بيهم، وكمان مش هتحرك من مكاني. ساعتها كيروين بيستهزأ بيه وبيقول له انت بتتكلم جد؟ وهنا بيهجم عليه، بس اشروك بيمسك ايده وبيهبده في الارض بنفس الصباعين اللي قال له عليهم. ما علينا. هنا بنشوف بقى كيروين متضايق علشان نفسه يقتل اشروك بكل قوته، ولكن كده هيبوظ كل اللي كان بيعمله من بدايه البطوله. ساعتها المدرب وولف بيتعصب وبيقول له قاتل بكل قوتك، مش مهم تخسر او تكسب، المهم انك تكون راضي عن نفسك. انا كان حلمي ادرب اقوى مقاتل في التاريخ، وممكن ادفع حياتي علشان احقق الحلم ده، فما تضيعش كل اللي بنيته يا كيروين. وقتها كيروين بيراجع حساباته وبيعرف ان هو كان غلط في كل ده. ساعتها بيولع من الحماس وبيقرر يقتل بكل قوته، وبيهجم على اشروك اللي بيصد ضربته. وهنا بيرجع يهجم بايده الثانيه، بس اشروك بيصده من تاني، بيقعد يهجم عليه لحد لما اشروك بيمسك رجليه وبيهبد امه في الجدار. ولكن كيروين بيكون صلب نفسه في اخر لحظه، وبيستخدم سحر نار الطبيعه المركب من المستوى الخامس وبيهجم بيها على اشروك، بس اشروك بيضرب رجله في الارض وبيطلع صخره وبيعملها كدرع من النار. هنا كيروين بيهجم عليه بس اشروك بيتفاداها. وقتها ميروين بيثبته بسحر الطبيعه، وعينك ما تشوف الا النور. كيروين بيجهز لسحر الطبيعه من المستوى الثامن، والكل بينصدم من حجمها، بيعرفوا قوه كيروين الحقيقيه. بس ده البابا هلا، اشروك بضربه واحده بايده المجرده بيدمر كل حاجه. كيروين كان مصدوم يا عيني. ساعتها اشروك بيرفع الابهام، وبنعرف ان الاورك لو رفعوا ابهامهم يبقى هيقتلوا بكل قوتهم. هنا بنشوف ريكي بقى بيقول ربنا معاك يا كيروين. ما علينا. المهم اشروك بيتجه ناحيه كيروين اللي بيحس ان الموت جاي له قدام عينيه، وهوبا اشروك بيديله ضربه لزقته في الحاجز، بيروح له كيروين بيحاول
بيحاول يهجم عليه بكل تعويذاته السحريه، بس اشروك مش بيرمش حتى، وهوبا بيدي الكيروين ضربه مزقت له بطنه، بيقع على الارض وبيفكر في الاستسلام من كتر الالم، بس بيرفض وبيقرر يكمل لحد النهايه. بيهجم على اشروك بكل قوته، بس في الاخر بيقع من تلقاء نفسه، بيسمع هتاف الجماهير، بيقوم من تاني، وساعتها بيهجم على اشروك بضربه فيها كل قوته، بس زي ما احنا عارفين اشروك ما بيحسش باي حاجه. بيقول لكيروين انت قتلت لحد دلوقتي بكل قوتك ولا لا؟ وقتها كيروين بيضحك وبيقول له عمري ما هنسى القتال ده مدى الحياه. وهنا بيقول له اشروك وانا كمان، وبيديله الضربه الاخيره، واخيرا انتهى ذلك القتال الملحمي، والفائز اكيد اشروك. وبكده النهائي هيجمع ما بين ريك ضد اشروك، يا ترى من سيكون المنتصر؟ المهم بنشوف اشروك خارج من الحلبه، وبيقول له ريك مش باقي غير ان ننسحب وناخد الجوهره ونمشي، بس اشروك بيقول له مستنيك في النهائي، وبيسيبه بعدها كده وبيمشي. وقتها بنشوف ريك شعره بيقع من الصدمه اللي اخدها، وشكلك هتتدلع يا معلم. بنروح لكيروين في المستشفى اللي بيتاسف لولف، وبيقول له انا خدعتك وخدعت الجماهير وخليت الكل يصدق اني ضعيف. فبيقول له ولف لا عادي ولا يهمك يا بطل، في الاول وفي الاخر انا بعتبرك زي ابني. ولسه كيروين هيقول له انا بعتبرك زي ابويا واللحظات السعيده ديت، بس بوم بيطب عليهم اشروك وبيقول لهم انا اسف على الازعاج، بتيجي في وقت مش مناسب انت. المهم اشروك بيقعد معاه وبيطمن عليه، وبيقول له كيروين يعني لسه حاسس بالوجع في كل جسمي. وقتها اشروك بيكون هيعالجه، بس الواد بيرفض، بيقول له بقالي فتره كبيره ما حسيتش بالالم فخليني كده شويه. ولكن بيعرف اشروك وقتها ان هو ما كانش مصدق ريك لما قال لي اني اخسر في المباراه ضدك. المهم بنروح لريك اللي بيكون سناب بيدور عليه، بس الواد حبس نفسه في المنزل وبيقول لا انا مش عايز اموت تاني. بيجي باقي الفريق وبيقول له سناب الكل متحمس علشان يحضر النهائي بكره، انا هبقى ممتن ليك جدا لو ما انسحبتش ولعبت النهائي. بس ريك رافض رفض تام، وسناب بيحاول معاه كتير ولكن بدون اي جدوى، فبيسيبه وبيمشي. وانجيليكا بتقول له يا عم عادي لو مت، اشروك هيرجعك للحياه من تاني. فبيقول لها ريك سهل تقولي الكلام ده لانك ما متش قبل كده. هنا البنت بتتعصب وبتسيبه وبتمشي. المهم بيقول له ميزت ان اشروك يدربك علشان يقتلك في يوم، واظن اليوم ده بكره، وده لان اشروك من وهو طفل كان قوي جدا وما قدرش يستمتع في اي قتال في حياته، ولكن هو متطلع تكون انت الشخص اللي يحقق له الحلم ده. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بس رينت هي الوحيده اللي بتقعد، وفي الوقت ده بنشوف اصحابنا قاعدين بياكلوا، بيتكلموا عن مهارات ريك الاصليه واللي مش هتظهر غير بتحقيق شرط معين، يعني بنسبه كبيره ممكن تظهر في قتال ريك ضد اشروك. نرجع بقى ريك اللي بيقتنع من كلام رينت وبيكرر يلعب النهائي. وبالفعل تاني يوم المعلقه بتقول يا ترى مين اللي هيفوز بحزام البطوله ومبلغ بقيمه 300 مليون وجوائز ثانيه كتير. المهم بنشوف ريك اللي بتساله انجيليكا هيلعب النهائي ولا لا، فبيقول لها ايوه، ولكن بيبان عليه الرعب. بيجي موعد القتال وريك واشروك بيدخلوا للحلبه، وبيقول له اشروك قاتلني بكل قوتك وانا وعدك يعني مش هتهاون معاك. هنا ريك بيهجم على اشروك، بس اشروك بيبعده وبيهجم عليه من تاني بهجمات متتاليه، اشروك بيصدها كلها. وهنا ريك بيستغل سرعه اندفاعه من الحاجز، بيهجم عليه بس اشروك بيصدها برضه، بيكون هيضربه، ولكن ريك بيرجع على اخر لحظه وبيجرح اشروك بمهاره السيف. وقتها اشروك بيهجم عليه بضربه كانت هتجيب اجله، بس الواد بيتفاداها. بعدها الاورك بيهجم عليه بهجمات متعدده وريك عمال يهرب منه، بس وفجاه اشروك بيبقى جنبه، بيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن ريك بيلحق نفسه في اللحظات الاخيره. هنا بينطلق على اشروك وخلاص هيسيبه، بس الاورك بيتدارك الهجمه وبيهجم عليه، بيحدفه بعيد. ريك بقى بيستغل الصخور ديت وبيرجع من تاني، واشروك بيهجم عليه بسحر الرياح، بس الواد بيستغلها وبيطير لفوق. وهنا بيبعت لاشروك هجوم كاسح شاسح بيدمر الحلبه، بس الوحش بيخرج بدون اي خدشه حتى، وبيقول لريك انت قوي، انا سعيد اني دربتك ووصلتك للمرحله ديت. هنا ريك بقى بيقول في نفسه اشروك ما بيجاملش حد ولا بيكذب، وبنشوف ريك بقى اللي بيكون في منتهى السعاده، وبيقول له اشروك انت بقيت واحد مننا قبضه الاورك يا ريك، وده الوقت المناسب اللي تعرف فيه الفريق ده تاسس ازاي. فقبل 46 سنه من دلوقتي كنت طفل من الاورك، بس مختلف تماما عنهم، كان ذكائي وشكلي وكل حاجه مختلفه، اتعلمت من الكتب اللي سابها البشر وبقيت بعرف اتكلم زيهم. الاورك في العاده بيفهموا بعض عن طريق اللكمات، بس بسبب قوتي ديت ما كنتش بفهم منهم اي حاجه، حاولت اخليهم يفهموا بعض واشعلت لهم النار وحاجات كتيره من ديت، وفي الاخر كانوا بيعاملوني كآلة. بس عيلتي واخواتي كلهم بعدوا عني وكنت معاهم بس وحيد، لحد لما في يوم من الايام بعدت عنهم بسبب عاصفه، ولما رجعت لقيت الكل مات. كنت مصدوم بس مش عليهم، كنت مصدوم علشان ما زعلتش على حد فيهم. بس في يوم من الايام قابلت بشري، وانا والبشري ده بقينا اصحاب واسسنا قبضه الاورك مع بعض، ومن بعدها جه ميزيت ودراكولا ورينت، كلهم كانوا اقوياء بس مش بالقتال بالايدي زي الاورك، وعلشان كده فكرت ان ادرب شخص ويبقى في نفس قوتي ويقدر على مواجهتي، وانت الشخص ده يا ريك. هنا ريك بيتاثر من كلامه وساعتها بيرفع الابهام، الحركه الخاصه بالاورك. وقتها اشروك بيتفاجئ، بيقرروا يتقاتلوا بكل قوتهم. هنا ريك بيهجم على اشروك وكمان اشروك بيهجم عليه، وهوبا الاثنين بيضربوا بعض في نفس الوقت، الاثنين بيتاثروا ولكن بيهجموا على بعض بضربات متتاليه وحرفيا بيتدشملوا، القتال متكافئ لاقصى درجه، وساعتها الحاجز كان هيتدمر من قوتهم، ولكن ميزيت بيستمد السحر من دراكولا وبيخرج الناس كلها خارج الحلبه. كيروين بيقول له انت عملت ايه؟ فبيقول له ميزيت ما تخافش، انا قلتهم كلهم لمكان امن. نرجع بقى
بقى للقتال، واللي بيكون الحلبة اتدمرت من قوة الاتنين دول. ووقتها اشروك بيضرب ريك اللي بيترمى بعيد، بس بيقوم من تاني وبيشتغلوا ضرب في بعض برضه. الاورك بيديله ضربة كسرت بيه الحلبة بالكامل، وبيكون ريك خلاص على وشك الموت. بس هوبا مهارة ريك بتظهر اسمها القوة الغاشمة. ساعتها اشروك بيتفاجئ من كم القوة ديت، ووقتها بنعرف ان شرط تفعيل مهارة ريك كان قوة الإرادة، وان هو مستعد يتخطى حدوده علشان يهزم شخص اقوى منه. وهوبا ريك بيهجم على اشروك وبيضربه. الاتنين بيضربوا ببعض والقتال ملحمي لأبعد الحدود. حرفيا قوة الاتنين دول في مستوى تاني خالص، بل وتخطى مغامرين الرتبة اس بكتير. بيكونوا انهكوا تماما بس بيهجموا تاني على بعض. حرفيا المملكة كلها مذهولة من القتال ده. بس وفي الاخر ريك مش بيقدر يكمل وبيقع على الارض، ولكن اشروك بيعترف بقوته وبيقع جنبه هو كمان. المهم وبعد كده بنروح لريك في المستشفى. بيفوق كده وبيلاقي رينت جنبه مفيش غيرها الاصيلة. ما علينا يعني. بعدها بيجي باقي الفريق وبيطمنوا على ريك، ووقتها ريك بيسأل عن سبب الحزام ليه معاه، واشروك هو اللي فاز. بس بيقول له اشروك في المباراة انا اللي كسبت، اما في الحرب فانت اللي تستحقها يا ريك. بعدها بنشوف اشروك بياخد الجوهرة من الحزام، وبيقول اخيرا كده معانا الجوهرة التانية من الجواهر الستة. بعدها ريك بيقول وبكده قربنا خطوة من كايزر اليزابيث. وهنا بتجيب رينت جوهرة مزيفة علشان تكون بدل الاصلية في الحزام. والمهم ساعتها بيسأل ريك اشروك عن البشري اللي اسس معاه الفريق، فبيقول له ما شفتوش من سنين، بس اكيد يعني لسه عايش، وده لان بسبب مهاراته الفطرية هيبقى عايش لسنين طويلة. بعدها بنشوف سناب بيقول لكيروين ان اشروك وريك رفضوا اللقب وطلبوا ان انت اللي تاخد الحزام، وهم كمان لغوا تسجيلهم كملاكمين. وقتها كيروين بيتفاجئ من شوية المجانين دول. وبعدها بنشوف فريقنا ماشيين. ساعتها ريك بيتفاجئ ان انجيليكا طلبت من اشروك يدربها. بعدين بيقول لها انت عايزه تموتي يا مجنونه انت، فبتقول له انا اخدت قراري خلاص، وفي يوم من الايام هبقى اقوى منك. المهم بيقترح ميزت ان هم يتسابوا لحد القلعه، وبالفعل الكل بيوافق. واشروك بيقول لريك لو خسرت هزود تدريباتك 100 ضعف. الواد بينصدم كده بس بيسيبه ويمشي علشان يلحقهم. دراكولا ورينت هم كمان بقى بيودعوا انجيليكا، وبعدها بيمشوا هم كمان. وبكده بقى الجزء الاول من الانمي بتاعنا انتهى. هو لسه ما نزلش منه الموسم الثاني، لما ينزل الموسم الثاني منه ان شاء الله الخصه وهظبط لكم الاداء. اهم حاجه في نهايه الفيديو صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واشترك في القناه علشان نكسر الدنيا. ويلا سلام سلام سلام.